Be strong. في الفيديو دوت انا مش هقولك مقادير كيك، انا هفهمك ليه الكيك بيفشل منك، ما بيطلعش هش ولا فاتح ولا بيدوب في بقك كده دوب، وايه سبب انه بيعجن او بيهبط منك، وهقولك كل الاسرار في الفيديو دوت. اتمنى ان انت تدوسي لايك ومتابعة، ويلا بينا نبتدي. اول حاجة لازم لما اجي اضرب البيض والسكر يعمل الفوم الابيض ده ويبقى تقيل بالشكل دوت. ده اول سر. تاني سر ان انا لازم استخدم كيك شيف اللي هي البيكنج باودر كيك شيف. شايفين فاتح ازاي؟ لو استخدمتوه واستخدمتوا اي نوع تاني وفتحتوا نفس الكيس هتلاقوا اي بيكنج باودر تاني بيبقى غامق. فسر لون الفاتح بتاع البيكنج باودر هو سبب لون الفاتح بتاع الكيك. هنحط معلقتين نشا وده هيخلي الكيك معاكي بيدوب جدا جدا وهش جدا 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 مع الدقيق. وخطوة كمان لازم ننخل الدقيق مع المواد السائلة، لازم تتنخل طبعا، مش الدقيق بس، الدقيق والبيكنج باودر وذرة الملح والمعلقتين بتوع النشا. شوفي انت المقادير اللي انت بتحبيها وناجحه معاكي ايه هي، بس حطي معاها الاضافات والتركات اللي انا بقولك عليها. ما تنسوش تدوسوا لايك بقى وتشجعوني، علشان انا سألت كتير جدا على الخاص وانا بجاوبكم اهو في فيديو مخصوص للاسئله ديت. برضو تركة مهمة جدا ان انت لما تيجي تضيفي الدقيق على المواد السائلة ما ينفعش تضربيها في الخلاط او بمضرب البيض او باي حاجة، بالويسك او بمعلقة، لان الدقيق فيه جلوتين. لو اتضرب كتير بينزل الجلوتين دوت في المواد السائلة فبيخليها تبقى ناشفة معاكي او محطبة شوية. عايزه اقولك كمان ان الكيكه لو انت عايزاها تعيش معاكي مده اطول وما تنشفش منك، بدل اللبن تقدري تحطي ميه، والميه السخنه كمان بتبقى افضل من الميه العاديه. عايزه اقولك كمان ان كوبايه الزبادي في الكيك بتخليها طريه جدا جدا جدا، احسن بكتير من ان انت تعمليها من غير زبادي. معلقه الخل كمان مهمه جدا علشان تشيل زفاره البيض، وكمان كمحسن للكيك نفسه بيرفع من الهشاشه بتاعته. لما نيجي بقى نخبز الكيك يفضل يكون في ألمونيوم، ده احسن حاجه تتخبز فيها الكيك. بنبطنها بحته زبده او سمنه ودقيق، احسن من الزيت بس او المواد الدهنيه بس. لما اجي ادخلها الفرن، لو الفرن بتاعك عالي حطي صينيه فيها ميه تحت على البلاطه اللي تحت خالص، اللي تحت الرف بتاع الكيك. الكيك خليه في الرف اللي في النص، واحسن درجه حراره للكيك هي درجه 170. لما تيجي تستوي وتفتحي عليها لازم تفتحي عليها بعد ما يعدي على الأقل حوالي 45 دقيقة، مش قبل كده، بعد ما تشم ريحتها ويكون عدى عليها وقت كافي. لما تيجي بقى تفتحي عليها بقى عشان خلاص تطلعيها، طبعا لو صدمت بالهواء الخارجي هتلاقيها هبطت منك. يعني ناس تقولي استوت وبقت 100 بس هبطت مني اول ما طلعتها، ده بسبب ان دخول الهواء المفاجئ في الفرن من درجة حرارة عالية جدا هو ده اللي بيهبطها. طب نعمل ايه؟ نفتح الفرن شبر ونسيبه، مثلا ندخل الحمام ونعمل اي حاجة لمدة 5 دقايق، وبعد كده نفتح الفرن الشبر التاني، وبعد كده الشبر التالت، لغاية لما تلاقي ان انتي تعرفي تطلعي صينيه الكيك. وبعد ما تطلعي صينيه الكيك حطيها على البوتاجاز نفسه، لان البوتاجاز بيبقى سخن مطرح الفرن، فبرضو يحافظ على الكيك ان هي ما تهبطش منك. وبعد كده تقطعي منها، مفيش مشكله خالص، ما تقلقيش خالص، بس الوقت ده كله تقريبا بياخد حوالي ربع ساعه. الكيك ساعات بيكون معجن منك علشان خاطر ما استواش كويس، بيبقى لسه معجن من جوه. فاحسن وقت للتسويه على درجه حراره 170 بتبقى من ساعه الا ربع لساعه في الفرن. انا تعمدت ان انا اتكلم بالراحه جدا، ويا رب اكون وفيت وكفيت كل الاسئله بتاعتكم. لو عندكم اي اسئله قولوها لي في الكومنتات، ولو اي حد عايز يعرف كل اسباب وفشل ونجاح الكيك منشنيله او شير الفيديو دوت علشان تحتفظي بالاجابات اللي انا قلتها. اتمنى الفيديو يكون لطيف وخفيف. بحبكم جدا. شيماء ايمن. باي باي.